بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بنقول يا اخوانا اللي هي شجر عروف هتزرع شجر مثمر على العروف. لازم تعرف ان مش كل الاشجار المثمره تنفع في اثاري، ولازم على الاقل حاجه اسمها اثاري 70. اثاري 70 دي اثريه 70 اهي. اثريه بيبقى طولها كده 75 سم وعرضها 75 سم وعمقها 75 سم. خلاص، دي شجره يوسفي اللي انت شايفها دي من الاشجار الجميله اللي تصلح في اثريه 70. بعض أصناف المانجو زي الهايدي والنعومي تنفع في أثاري 70. تنفع في أثاري 70. خلاص، الليمون ينفع في أثاري 70. عندنا أثرية 70. الراجل الجميل ده الأمور هيوريكم ازاي يستفيد بمسطح الأثرية. هو انت بتعمل ايه دلوقتي يا كابتن؟ بخربش الأرض عشان نزرع الملوخية. بيخربش الأرض. لما نيجي نزرع بذور لازم الأرض نفككها الأول، وبعد ما نفكك الأرض نعمل ايه؟ نبذر البذور. جميل، ايوه. يعني الاول لازم الارض تتخربش الاول، مسطح الارض يبقى مفكك، بعد كده نحط البذور. ايوه، يلا. وبعد كده نعمل ايه تاني؟ نخربش عليها تاني. وبعد كده ايه؟ بعد كده نعمل ايه؟ يلا اروي. بعد كده نرويها بحاجة ما تبقاش مدفع مية شديد، يعني تبقى المية حنين. اروي يلا. شطورة. ايوه اهو. خلاص، بتتروي كل يوم لغاية ما يحصل عندك الإنبات. لغاية ما يحصل عندك الإنبات، بعد ما يحصل الإنبات تروي يوم بعد يوم. تروي يوم بعد يوم. ودايما بنقول مش كل النباتات أو مش كل الأشجار تصلح في الآثار يا أخوانا. خلي بالنا من الجزئية دي كويس. في بعض الأشجار تصلح وبعض الأشجار لا تصلح للتشجير في آثار 70. وتحياتي لكم جميعا.